تخيل ان التمثال اللي قدامي ده تمثال زوجة سيدنا لوط، والمكان اللي انا واقف فيه دلوقتي هو اخفض نقطة على كوكب الارض اللي بتنخفض لاكتر من 400 متر تحت سطح البحر. البحر اللي ورايا ده بحر مختلف عن اي بحر تاني في العالم، درجة ملوحته 37 ضعف عن اي بحر تاني في العالم. هنا ليه سموه البحر الميت؟ علشان هو بحر ميت، مفيش اي كائنات بحرية ولا اي كائنات حية بتعيش فيه. بحر غريب وبحر مرعب عن اي بحر تاني، وليه خصائص غريبة جدا. وبما اننا وصلنا البحر الميت لازم احكي لكم قصة قوم سيدنا لوط، وبما اننا عند التمثال فانت لازم تعرف قصة قوم لوط وزوجة لوط والقصة اللي حدثت هنا. ليه؟ لأن القوم دول ابتدعوا معصية محدش ابتدعها ولا عرفها من قبلهم، وهي إن هم كانوا بيأتوا الرجال مع الرجال دون الرجال مع النساء، وهي الشذوذ الجنسي. وعلشان كده ربنا خلاهم عبرة لباقي الناس. ولك أن تخيل أن زوجة سيدنا لوط كل ما كانت بتلاقي حد بيجي يزور سيدنا لوط ورجال شكلهم حلو وشكلهم جميل، كان بتروح تقول لقوم لوط روحوا اعملوا الفاحشة معاهم، دول عنده رجال شكلهم حلو وجمال وشكلهم حلو، وانتوا تعملوا معاهم المعصية ديت. فراح قوم لوط علشان ياخدوا معاهم الرجال. سيدنا لوط قال لهم خذوا بناتي أتأتون الرجال من دون النساء، وحاول يقنعهم ويهديهم عن المعصية اللي هم عايزين يعملوها، ولكنهم رفضوا. ومش بس كده، دول تحدوه وتحدوا ربنا وقالوا لو تعرف تعذبنا ولو تعرف تعمل فينا حاجة اعملها، وما فرقش معاهم. وهنا كان الوقت اللي جه أمر من ربنا لازم يعذبوا عذاب محدش اتعذبوا قبلهم، زي ما هم ابتكروا معصية محدش عملها غيرهم. هنا الأمر الرباني جه لسيدنا لوط ان هو يغادر القرية هو وأسرته وما يبصش وراهم. ده كان الشرط الوحيد، اوعى تبص وراك وافضل مكمل وماشي خارج القرية. فعلا سيدنا لوط خرج وترك القرية، كان معاه زوجته. وأول ما خرجوا من القرية وربنا أمر سيدنا جبريل إن هو يرفع بجناحه السبع كرة لحد ما يوصلوا لحد السماء، وبعد كده جعل عاليها سافلها. ربنا خسف بيهم الأرض 7 كرة لحد الأرض. وبيقال عشان كده هنا في البحر الميت ان ده مكان الخسف، لان هو فيه اخفض نقطة على كوكب الارض بتنزل 400 متر عن باقي كوكب الكرة الارضية. يعني لو دي الارض، المكان اللي احنا فيه ده نازل كده 400 متر عن باقي كوكب وسطح الارض. احنا هنا مستحملين ضغط وحرارة وجو حر جدا علشان نوصل ونحكي لكم المكان ده هنا في البحر الميت بالتحديد في الاردن. فما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكتر من 60,000 لايك. واخر حاجه ان زوجة سيدنا لوط راحت باصه وراها وعشان تشوف ايه اللي هيحصل للقوم دوت، وربنا خلاها عبره هي كمان علشان اللي عملته. ويقال ان هو اترمى عليها حجاره من سجيل زي قوم لوط، وان هي تمثلت في هيئه تمثال حجري بيبص على البحر الميت علشان تكون عبره الى العالم. بس لحد دلوقتي محدش يقدر يتاكد ان التمثال دوت من القصه ان هي في الموقع، وقصه قوم لوط محدش يقدر يعرف الموقع بالظبط، ولكن كلها قصص وروايات محدش يقدر يتاكد من صحتها. ولكن قصة قوم لوط كان لازم نحكيها ونيجي الأردن لأكتر مكان يقال إن هو حصل فيه القصة عشان نحكيها لكم ونعرفكم بالقصص القرآنية. انتوا شايفين إن البحر الميت اللي انتوا شايفينه قدامي ده هيختفي، هتكون ذكرى، وكل سنة نسبته بتنخفض جامد جدا عن السنة اللي قبليها. البحر كان واصل لحد فوق وفضل ينحصر 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 لحد ما وصل دلوقتي زي ما انتوا شايفين إلى خلاص في انحسار جامد جدا. كل كام سنة بينزل بنسب قوية جدا. فزي ما انتم شايفين حتى هنا المكان دوت مختلف عن اي مكان تاني، وكله عبارة عن ملح وبلورات الملح، وحتى الصخور مغطاة بالملح. ده كان كل ده كان تحت البحر زي ما انتم شايفين، ولكن حاليا زي ما انتم مسكت الصخر هتلاقي عليه ملح. كل ده كان هنا جزء من البحر. انا بتمشى على جزء من البحر، فلك ان تتخيل. بعد ما حكينا قصة قوم سيدنا لوط لازم نعرف ان في حديث عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، فيما معناه ان انت لو في مكان حصل فيه خسف زي اللي حصل لقوم لوط، او مكان حصل فيه عذاب لاي قوم، عليك ان انت تسرع منه
وما تفضلش قاعد فيه كتير وانت تحاول تبكي اما تفتكر القصة، ولو ما قدرتش تبكي فتتباكى وتستدعي دموعك وتسرع وتمشي من المكان ده.